أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. شهدت ولاية بهلة ولله الحمد في هذا اليوم، يوم الخميس 8 من ربيع الأول 1446 هجري، حدثا عظيما ومهما جدا على أبناء هذه الولاية. هذا الحدث هو مسابقة بهلة القرآنية. تم في خلال هذا اليوم انطلاقة التسميع للشباب والشابات المشاركين في هذه المسابقة. هذه مسابقة عظيمة لله الحمد، وهي استمرار لنشاط متواصل أبناء الولاية في العناية بكتاب الله، بعد أن مررنا بعدة مسابقات سابقة كانت هذه هي مثابة التتويج ومثابة القمة للمسابقات السابقة. طبعا هذه المسابقة لها أهداف عظيمة، منها غرس حب كتاب الله سبحانه وتعالى في أبناء النشء، وأيضا الحث على مداومة تعلم القرآن واكتشاف المواهب وتنشئة جيل قرآني إلى غيرها من الأهداف العظيمة التي نسعى إليها من خلال هذه المسابقة. الحمد لله كان استحسان كبير وتشجع وتقبل من أبناء المجتمع، فاندفع وشارك كثير من أبناء هذه الولاية في هذه المسابقة. بلغ عدد المشاركين ولله الحمد ما يفوق 780 مشاركا، وهذا عدد طيب وكبير ولله الحمد. هذه المسابقة لو أردنا أن نتحدث عن شيء من التفصيل فيها، فهي يعني تشمل تقريبا ما يقارب 7 مستويات. المستوى الأول حفظ القرآن كاملا، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءا، والمستوى الثالث 15 جزءا، المستوى الرابع 10 أجزاء، وهكذا حتى نصل المستوى السابع وهو حفظ جزئين. وطبعا هناك جوائز ولله الحمد مشجعة جدا للمشاركين في هذه المسابقة. سابق سالم بن عبد الله بن سالم الشكيلي. الحمد لله رب العالمين أنجزت، شاركت في هذه المسابقة المستوى الخامس، حفظ 5 أجزاء، والحمد لله أنجزت تسميع الآن. وأشكر جميع المشرفين والمعلمين القائمين على هذه المسابقة. الحمد لله رب العالمين شاركنا في هذه المسابقة في المستوى الثاني ب20 جزء، ونشجع الجميع على المشاركة في هذه المسابقات. كما نشجع أولياء الأمور على حث الأبناء على تحفيظ القرآن الكريم. أنا المتسابق أنس بن سيب بن علي القصابي، شاركت في هذه المسابقة بمستوى 5 أجزاء. أنا أشكر المحفزين في هذه المسابقة الذين حفزوني، وأشكر إدارة المدرسة. أنا الطالب محمد بن عبد الله بن أحمد اليحيائي، التحقت بهذه المدرسة لأسمع هذه الأجزاء التي حفظتها، وهذا لا يأتي كله إلا ببعض التحفيز من والدي الذين لهم دور كبير في ذلك.